اطمأن مصطفى بيتس الناطق الرسمي باسم الحكومة الرأي العام الوطني حول الوضع الصحي لعزيز أخنوش رئيس الحكومة. وزاد بيتس خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس: أطمئن الرأي العام الوطني وأقول إن أخنوش في صحة جيدة، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق. الناطق الرسمي باسم الحكومة أضاف أيضا أن رئيس المؤسسة التنفيذية يعاني فقط من وعكة صحية في الركبة، ما جعله يعاني من صعوبات خلال أدائه الطقوس الدينية. تجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش ظهر خلال ليلة القدر إلى جانب الملك محمد السادس وهو يصلي إلى جانب الملك في مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، وبدا واضحا أن رئيس الحكومة يعاني من عارض صحي حال دون جلوسه بشكل سليم.